اهلا وسهلا. خطوه عزيزه يا سعادته. يعز مقدارك يا مرات اخويا. شهور وايام يعني لا بتشقر علينا ولا حد بيشوفك، وزي ما تكون ملكش ولاد اخ يتامى تسأل عليهم. الدنيا تلاهي والشغل مش مخلي الواحد قادر يقيم دماغه. ربنا يكون في العون. هما بس الولاد يا عيني اللي دايما على لسانهم فين عمنا فين عمنا. القصد يا ترى الزيارة دي بسبب ولا جاي تطمن على ولاد اخوك؟ الا بالحق صحيح، هما فين الولاد؟ الولاد في مدارسهم يا سعادته. صحيح، ده احنا لسه الظهر. يا ترى عاملين ايه في عالمهم؟ ربنا معاهم ومعانا. ما يلزمهمش اي حاجة، انا مستعد لكل طلباتهم. من امتى؟ على كل حال كتر خيرك، قرشين المعاش مكفينا والحمد لله. معاش ايه بس اللي مكفيك انت والعيال ده على ما يكبروا مصاريفهم هتزيد قوي قوي قوي. نحمده على البركة والستر يا ابو رفاعي. ايوه، بس ولاد اخويا لازم يعيشوا احسن من كده يا ام شلبي. ياكلوا كويس، يلبسوا كويس، يظهروا وسط الخلق. هو ابوهم الله يرحمه كان شويه، ده كان رئيس قلم قيودات قد الدنيا. لا مؤاخذة يا سعادته، يا ترى ايه سبب النغمة الجديدة ديت اللي انا بسمعها منك اول مرة؟ نغمة ايه يا ست ام شلبي يا مرات اخويا؟ هو انا بتكلم غير الجد؟ القصد وازاي الست مفيدة مراتك وبنتها مديحة؟ الحمد لله. بقى اسمعي يا مرات اخويا، ايوه. انا جاي لك في موضوع كده، في مصلحه ليكي وللولاد. يا رب خير. البيت اللي في المعادي ده احنا سايبينه ليه؟ بيت المعادي؟ وهو احنا برضو سايبينه؟ ما هو متأجر، وكل شهر اديك بتبعت لنا نص الايجار مع المحروس ابنك رفاعي. كام جنيه اللي زي قلتهم دول يكفوا يسقوكوا ميه يا مرات اخويا. على رأي المثل، إن آية تسند الزير. ما فيش زير ولا حاجه، الزير ده بقى احنا هنكسره، هنجيب بداله تلاجة كهرباء عشان خاطر عيون العيال. والنبي ما انا فاهمه قصدك. بصراحه انا جالي مشتري للبيت ده وهيدفع تمن ما كناش نحلم بيه. نبيعه؟ لا خساره يا ابو رفاعي، انا خاطري يعني نخليه وهي حاجه تنفع العيال في المستقبل. عيال ايه بس اللي هيستنوا خير يجي لهم من بيت دور ارض زي ده؟ الله، ده السكن اللي فيه بيدفع ملاليم ايجار قديم. لكن لما نبيعه بقى اهو تلاقوا لكم من ورا قرشين متجمدين ينفعوكوا. قلت ايه يا مرات اخويا؟ ايوه بس انا صعبان عليا البيت. ما يصعبش عليك يا غالي، نتكل على الله ونبيع. وكمان عايزك تطمني قوي، لان مش مشوارك ورايا لا في المساحه ولا الشهر العقاري، انا بقى اللي هقوم بكل حاجه. والعقد اهو تمضيلي عليه وبس. عقد ايه يا سعادته؟ ما انا خليت المشتري يجهز العقد ومقدم الثمن كمان، وانا كملت لك عليه من معايا عشان يبقى نصيب المرحوم اخويا، يعني نصيبك انت والولاد نص الثمن بالتمام. اهو شايف الفلوس تفرح رزم وبواكي. يا ابو رفاعي بالذمه دول مش ابرك من 100 بيت زي بيت المعادي. ايه ما بترديش ليه؟ اللي تشوفه بقى يا سعادته، وانت بقى اضرب مصلحه ولاد اخوك. اهو كده تعجبيني. اتفضلي وقعي. برضه ارجع اقول لك مالكش حق تعمل كده في ولاد اخوك يا عبده. وانا كنت اذيتهم في حاجه مفيده ولا خدت نصيبهم بالاونطه؟ انا دفعت لهم فلوس عمرهم ما شافوها ولا كانوا يحلموا بيها حتى. بس البيت يساوي اكتر من كده بكتير، وانت عارف الاراضي ارتفعت اثمانها قد ايه. طب وايه يعني؟ وغير كده انت خبيت عن مرات اخوك انك انت اللي اشتريت نصيبهم في البيت، مش مشتري غريب. انا بقى ليا غرض في كده. انت هتحاكميني في مالي يا مفيده؟ لا مش بحاكمك، انت حر. طبعا حر في مالي، انا لا بنصب ولا بسرق، ده عقد بيع صحيح 24 قيراط. صحيح ناوي تبني دور فوق الدور الارضي عشان تسكن فيه؟ طب ما انا قايل لك. ولا هتوحشك قوي الغوريه؟ حينا اللي اتولدنا فيه وتربينا فيه يا عبده. يعني يا مفيده ملناش نفس نقب فوق وش الدنيا ونعيش على فرنكا زي غيرنا؟ امال الفلوس اللي بنكسبها دي كلها فايدتها ايه؟ طب والبيت الطويل العريض ده اللي احنا عايشين فيه ناوي تعمل فيه ايه؟ تأجره؟ أأجره؟ معقول أأجر بيت أبويا وجدي للغريب يسكنوا فيه؟ امال ناوي على ايه بس؟ هبيعه. تبيعه؟ أبيعه. البيت ده النهارده يجيب كتير، وهي فلوسه برضه نقلبها في السوق زي ما انت راسيه. عفارم عليك يابا، اهو ده الكلام الجد. قول لامك يا رفاعي لحسن كلامي مش عاجبها. ده انت كلامك يعجب الباشا يابا. خلينا بقى نشوف حالنا ونكمل المليون. هقول لك ايه انت راخر، هو حد يقدر عليك انت ولا ابوك؟ اللي في دماغكم واحد وتفكيركم واحد. وايه الغريب في كده يا مفيده؟ هو مش ابني؟ وولاد كار يا اما صنعتنا العربيات والاكسسوار، الخير والبركه اللي بناكل من وراهم الشهد.
والله بقى لما نبني الدور الفوقاني في المعادي ونسكن فيه ونعمل المعرض الجديد في الدور الارضي. ايه اللي بتقوله ده يا رفاعي؟ هو انت هتفضل مسحوب من لسانك كده على طول؟ ما تعرفش تخبي سر ابدا. سر ايه يا عبده؟ وفين هو الدور الارضي ده اللي انت عاوز تعمله معرض؟ هو البيت مش ساكن؟ دلوقتي ساكن، لكن لما نسكن احنا فوق مش هيبقى ساكن. يعني ايه؟ تكونش عاوز تخرج السكان يا عبده؟ اديكي فهمتيها لوحدك. يعني ايه؟ يخرجوا؟ وما يخرجوش ليه؟ هما كانوا احسن من مين يعني؟ يا راجل حرام عليك، دول لهم سنين ساكنين في البيت.